لو ما كنتش لاحظت غيابي الخميس اللي فات فانا مش مبسوط بصراحه، اما لو كنت لاحظت غيابي وعايز تعرف انا كنت فين فتعال اقول لك. انا كنت في المريخ. اصل انا بصراحه بقالي فتره كده عايز اطلع اغير جو، وانا بدور على الاماكن اللي ممكن اطلع اغير جو فيها كان من ضمنها المريخ. لكن وانا بدور على اماكن ممكن اعيش فيها في المريخ لقيته انه مش صالح للحياه اصلا، فطلعت شطبت وجيت. هاخد كام واحد معايا طبعا، لو عايز تيجي تنور يا اهلا وسهلا، ونطلع تاني. بالمناسبه دي ممكن تكتب لي في كومنت تحت لو هتطلع تغير جو وتحب تروح فين. انا شخصيا شنطتي جاهزه، فجهز شنطتك انت يلا عشان نطلع المريخ بسرعه. واحد هيجي يسالني دلوقتي اشمعنى المريخ؟ عشان المواصلات. اصل اقرب كوكب لينا على بعد 130 مليون كيلومتر بس، ده احنا عشان نروح بس هناخد في الطريق حوالي 4 شهور، وده لو مشينا باقصى سرعه مشيها الانسان في الفضاء وهي 40,000 كيلومتر في الساعه. وعشان كده لازم نجهز حاجتنا كلها مره واحده، هو مشوار واحد. بالمناسبه دي كان في مصادر بتقول ان انت عشان تطلع من الارض للمريخ هتاخد 9 شهور رايح بس. طب وعشان ترجع واحد يقول لي 18 شهر، لا 21. احنا مالناش دعوه بالكلام ده كله، احنا خدنا المواصله اللي بتقعد 4 شهور والحمد لله وصلنا المريخ. لكن قابلتنا مشكله ان احنا مش عارفين ننزل على سطح. ده طبيعي جدا، ما اصل جاذبيه المريخ 38% من جاذبيه الارض. جاذبيه الارض لو مش عارف هي 9.81 تقريبا متر على الثانيه تربيع، وجاذبيه المريخ تقريبا 3.73 متر على الثانيه تربيع. طب وانت مفكرني انا جاي اقول لك على المشاكل بس؟ حبيبي انا كنت هناك وحليت المشاكل دي كلها، المريخ جاهز للسكن دلوقتي. طب حليناها ازاي لما كنا هناك؟ بص يا سيدي، كتله المريخ تقريبا 10% من كتله كوكب الارض. طب وايه علاقه الكتله باللي احنا بنقوله اصلا؟ بص، شايف القانون ده؟ القانون ده هو قوة تجاذب جسمين مع بعض، M1 و M2 دول كتلة الجسم الأول والجسم الثاني. طبعا لو الأجسام دي يعني ليها وضعها كده، يعني مش هتقارن نفسك مثلا بكوكب الأرض. طيب شايف القانون الثاني ده بقى؟ ده هو قانون الجاذبية، والام دي هي كتلة الجسم اللي بيجذب ناحيته. وده معناه ان الكتلة عامل اساسي من العوامل اللي بتأثر في قوة الجذب، والعامل الثاني هو البعد بين مراكز الجسمين. فاحنا كان قدامنا حل من 3، اما ان احنا نزود كتلة المريخ، او ان احنا ننقص نص قطره، او ان احنا نتاقلم مع طريقه المشي اللي هناك. ومش محتاج اقول ان اول حلين مستحيلين تماما، فاحنا لازم نتاقلم. وزي ما انت شايف في الفيديو اللي قدامك كده، دي تقريبا طريقه المشي على المريخ، هتحس انك بتجري سلو موشن كده وبتطير لفوق. المهم انت قلت انك هتتاقلم مع طريقه المشي على المريخ وهتقلع خوذتك وتقعد ترتاح شويه. اوعى تعمل كده. انت عارف انت لو قلعت الخوذه دي ايه اللي هيحصل لك؟ اصل هو لما يبقى 95% من غلاف الجوي للمريخ ثاني اكسيد كربون، فانت مش هتعرف تتنفس اصلا، وال5% الباقيين هم نيتروجين جزيئي وغاز الارجون. المشكله مش هنا بس، المشكله في رقه الغلاف الجوي للمريخ اللي بيسرب كم اشعاعات كونيه مهول. خليك بخوذتك لحد ما نتصرف. يوسفنا ان اقول لك انك مش هتعرف تقلع الخوذه دي طول ما انت بتتنفس اكسجين، لكن المشكله برضه مش هنا. المشكله في ان الاكسجين اللي موجود في الخوذه دي هيخلص. انا كل شويه اقول لك على حاجه وبعد كده اقول لك المشكله مش هنا، بس يعني بحل لك الموضوع واحده واحده. لكن انا عامل حسابي برضه. ناسا عاملين جهاز اسمه موكسي، الجهاز ده بيقدر يحول ثاني اكسيد الكربون لاكسجين بنسبه نقاء 98%. الجهاز ده في افضل حالاته قدر يطلع 12 جرام اكسجين في الساعه، وده ضعف اللي الناس كانوا متوقعينه اصلا. طيب بخبرتك العظيمه هل تتوقع ان ده كفايه للانسان اصلا؟ الانسان بيحتاج تقريبا 550 لتر اكسجين يوميا، يعني تقريبا 780 جرام. وبحسبه بسيطه كده تعرف ان الجهاز الواحد محتاج 65 ساعه عشان يقدر يطلع اكسجين يكفي انسان واحد لمده يوم واحد. وده معناه ان الانسان لو عايز يعيش بشكل طبيعي بالجهاز موكسي ده محتاج على الاقل 3، وده في افضل حالات. مصادر تانية بتقول ومنهم ناسا اصلا بيقولوا ان الجهاز ده طلع تقريبا 10 جرام اكسجين في الساعه. وده معناه ان احنا لو قررنا نفس الحسبه البسيطه اللي عملناها من شويه ان الانسان هيحتاج 4 اجهزه مش 3. لكنهم بيقولوا ان دي اصدارات اوليه، وان شاء الله في المستقبل هيقدروا يطلعوا اصدارات بتطلع كميه اكبر من الاكسجين وفي وقتها. طبعا انا ما نسيتكش وعامل حسابك معايا في 4 جهاز موكسي، يعني انت مكانك موجود ما تقلقش. طبعا لو فاكر ان دي المشكله الكبرى اللي هناك فانت لسه ما تعرفش حاجه. حلو، يبقى انا هلبس الخوذه اللي بتوصل لي اكسجين اللي طالع من جهاز موكسي. هشرب ازاي بقى؟ هي المشكله مش هتشرب وتاكل ازاي، هي المشكله انت هتشرب وتاكل منين. اصل الميه اللي على المريخ تقريبا كلها متجمده ما عدا شويه موجودين في صوره سايله، ودول موجودين على عمق 1.5 كيلو تحت سطح المريخ، لا ومالحه. وبالمناسبه الاملاح اللي فيها دي هي اللي مخليها محافظه على صورتها السائله. فانت قدامك حل من 2، يا اما تبقى ايلون ماسك بنفس افكاره المجنونه دي، والفكره اللي تيجي في دماغك انك تحرك المريخ تقربه ناحيه الشمس شويه بحيث الشمس ترفع درجه الحراره شويه، او انك تبقى بني ادم طبيعي وتسيح التلج اللي موجود هناك. هي الفكره بما ان الميه متجمده كده ده معناه ان درجه الحراره هناك بالسالب. ايوه هي متوسط درجه الحراره هناك سالب 65 درجه مئويه، لكن حظك حلو في الصيف وعند خط الاستواء درجه الحراره بتوصل 20 درجه مئويه بالموجب.
ودي درجه حراره يستحملها الانسان. درجه الحراره دلوقتي 16، فانت ممكن تروح تصيف عند خط الاستواء في المريخ، وممكن تقعد هناك بس يعني تحاول تنكمش شويه في بيتك في باقي فصول السنه. وسواء هتروح في الصيف بس او هتقعد هناك على طول، لازم تسجل نفسك في السجل المدني اللي هنعمله هناك ان شاء الله. بس تعمل حسابك ان عمرك هيقل للنص تقريبا. ما اصل لما السنه على المريخ تبقى 687 يوم، يعني تقريبا 1.88 سنه ارضيه، لازم عمرك هيقل تقريبا للنص. يعني انت على الارض لو عندك 19 سنه، على المريخ عندك تقريبا 10 يعني، او 10 وحاجه بسيطه. بس اليوم مش مختلف قوي عن الارض. اليوم على المريخ 24 ساعه 37 دقيقه وشويه ثواني. قدامنا دلوقتي واحد من اصعب التحديات اللي ممكن نقابلها على المريخ، وهو الزراعه وتوفير الغذاء. وده بيرجع لدرجات الحراره المنخفضه والاشعاعات الكونيه وثاني اكسيد الكربون والاعاصير الترابيه اللي بتستمر الاسابيع على المريخ. حاجه واحده من دول تموتك انت شخصيا، فما بالك بقى بشويه زرع والتربه مش خصبه اصلا عشان تزرع فيها. طب انا من اول الفيديو جيت لك بمشكله من غير حل، انا جاي لك بالحل. احنا هنزرع تحت سطح المريخ. احنا هنحافظ على الزرع تحت من الاشعاع الكوني والغلاف الجوي المدمر ده، وهنعمل للزرع تحت سطح المريخ الظروف المناسبه اللي احنا عايزينها. نحط لمبات ليد تعوض غياب الشمس، ونتحكم بقى في كل الظروف اللي احنا محتاجينها من تربه بقى واضاءه وسماد وميه. بمناسبه الميه، احنا محتاجين محطات تنقيه ميه. اصل احنا مش بس هننقي الميه اللي موجوده على الكوكب عشان نعرف نستخدمها، لا احنا كمان هننقي الميه اللي استخدمناها عشان نقدر نستخدمها تاني. اما فكره توفير المكان المناسب دي مش هتبقى للنباتات بس ولا الحيوانات بس، يعني هتبقى ليك انت شخصيا كبني ادم. الشقه او البيت اللي انت هتقعد فيها لازم تبقى معزوله كويس جدا عن الكوكب برضه. مبدئيا كده احنا هنبني الغلاف الخارجي للبيت من تربه المريخ. شفت في القطب الجنوبي كده والقطب الشمالي بيبنوا البيوت من التلج وبتبقى جوه دافيه، احنا هنستخدم نفس الموضوع. ومحتاج مثلا يبقى فيه باب، الباب ده هو المعرض لكل الحاجات اللي بره على الكوكب، سواء بقى من اشعاع كوني وغبار وغازات سامه والى اخره. تخش الباب ده بتقف في اوضه، بتقفل الباب وراك ده، انت الاوضه دي معزوله عن الكوكب وعن بيتك جوه. الاوضه دي بيحصل فيها عمليه شفط قويه جدا، بتشفط كل حاجه داخله معاك، ممكن تشفطك انت شخصيا. وبعد كده عمليه تنقيه وتنقي البدله بتاعتك كمان اللي انت لابسها. وبعد كده بتفتح باب تاني، ده اللي بيدخلك على البيت. يعني انت ما ينفعش تفتح باب كده من الكوكب على البيت على طول، هتموتوا كله. طبعا كل ده مش هيتحقق في يوم وليله، ده لو اتحقق اصلا. واوعى في يوم تكون متخيل ان بنو ادم هيقدروا يحولوا شكل المريخ او اي كوكب تاني للشكل اللي الارض عليه دلوقتي. احنا كنا بنتخيل بس ازاي ممكن نواكب الظروف الصعبه للمريخ لو حبينا نعيش عليه يعني. ولو سالتني شخصيا، انا شايف ان الارض ما اثرتش معانا في حاجه، ليه عايزين نسيبها ونمشي؟ ربنا خلق لنا الارض وخلق لنا كل حاجه عليها عشان تخدمنا. وبرضه يا اخي يعني هم عايزين يستعمروا كوكب تاني عشان شايفين ان موارد الارض بتخلص، فعايزين ياخدوا موارد الارض عشان يقدروا يعيشوا بيها على الكوكب التاني. يجي واحد مثقف دلوقتي اصلا ويقول لي طب ليه المرمطه دي كلها؟ ما في كواكب صالحه للحياه ممكن نروح نعيش فيها على طول. بعيدا عن الكواكب دي بعيده، بس لو انت مهتم انك تعرف عن الكواكب دي اكتب لي في الكومنتس دلوقتي، وانت نازل عبر لي عن مدى اعجابك او عدم اعجابك بالفيديو ده من الزر اللي تحت، واعمل شير لحد ممكن يهتم بنفس الموضوع، واعمل سبسكرايب لو عايز تشوف فيديوهات اكتر من دي، وخد لك لفه في القناه يمكن تطلع بحاجه مفيده. واكتب لي كومنت بتقول لي فيه من وجهه نظرك ازاي ممكن نطور المحتوى اللي بنقدمه هنا عشان نقدم حاجه تليق بيك. سلام. لو الصوت لو ما نزلش الفيديو ده ان شاء الله يوم الخميس، اعرفوا انه بسبب التاخير في المونتاج. طب لو ما نزلش الجمعه اعرفوا انه مش ان شاء الله بقى استنوا الخميس الجاي. بس المجال كوليدج بتاعنا والدراسة بتاعتنا أنتم تستركونها الآن. ايوه احذروا المريخ اهو. احذروا أنتم سارقون. صح. علوم الملاحه وتكنولوجيا الفضاء. انت المفروض انت اللي كنت حاضر الفيديو ده يا بيه، مش انا. مش مجالك ده. وموكسي ومش موكسي. ايه موكسي ده اصلا؟ انا كاتبه هنا موكي بس هو اسمه موكسي. استنى اتاكد. هي الكي جنب الاكس؟ يلا ده دي في ناحيه ودي في ناحيه. يا نهار استنى يكون اسمه موكي. موكسي يا عم موكسي. انا ليه قلت تخيلوا اسمه موكي وانا عمال اقول موكسي موكسي موكسي. من الكوكب على البيت على طول، هتموتوا كلكم. بقول ما يموتوش ازاي؟ صحيح. استنوا نيزك يا جماعه من السماء يجي يخلص علينا.